أروحي سيدتي تعلمي طريقتي اللي نحضر بها بطاطا كوشة، تجي بزاف بنينة سهلة وتوجد بسرعة. مقادير تاعها جد اقتصادية، حضرتها لكم بدون لحم ولا دجاج. أول حاجة جيبوا حبة البطاطا على حسب أفراد العائلة تاعكم. هنا قشرتها وقطعتها شرائح تكون شوية رقيقة. شوفوا الحجم اللي قطعت فيه البطاطا، هنايا قطعتها 4 حبات. بعدها تحبوا ديروا لهم الملح في هذه المرحله. المهم هنا جبت المقله درت فيها 3 مغارف تاع الزيت، عندي فلفل احمر، شويه طماطم، شويه ثوم، فلفل كحل، كزبر وراس الحانوت وكزبر مجفف. هنا خلطت المكونات هذو مع بعض وحطيتهم فوق النار على نار متوسطه كما شفتوا حتى يتحمسوا مليح. بعدها ضفت هذيك البطاطا اللي كنت قطعتها كما قلت لكم. اول حاجه حمسوها، غطوها، خلوها على نار تكون قليله. وباه نمدوا البنه للطبق تاعنا راح نستعملوا جامبو ميكس اللي هو مرق دجاج بالاعشاب الطبيعيه. الحاجه المليحه انه مش لازم ديريه في الاول. شوفوا هنا عندهم تاع الدجاج وتاع الخروف والبقر، اكيد هنا تقدروا ديروه كمرق الدجاج. تفرغوا هنايا كيس في نص لتر تاع الماء، انا درت فقط كيس يعني درت فيه نص كيس. هنا بعد ما ذاب بسهوله كما شفتوا معايا فرغته فوق هذيك البطاطا بلا ما ننساو الملح، وغطيتها وخليتها طابت نص طيب فقط. حطيت هنا هذيك البطاطا في البلاطو اللي يدخل للفور، وهذه لاصوص اللي بقات لي راح ندير فيها هنايا النص كيس تاع الجامبو الاخر اللي بقى لي. كما قلت لكم تقدروا ديروه في اخر الوصفه. درت شويه كريمه سائله وشويه جبن مبشور وخلطت المكونات هذو مع بعض حتى ذاب الفرماج هذاك. فرغته فوق البطاطا ودخلتها للفور، واكيد باه تكمل طيبها لازم هنا تغطوها بالالومنيوم. دخلتها حتى طابت، بعدها ضفت لها جبن مبشور، نحيت هذاك الالومنيوم ودخلتها قسم يذوب هذاك الفرماج. وهاي لكم النتيجه. شوفوا بنه روعه روعه، لازم تجربوها، واكيد باه تجيكم بنينه لازم تستعملوا جامبو ميكس.